جامعة مسابقة قرآنية. نسأل الله عز وجل أن يجازيكم خير الجزاء. طبعا 7 رانا في الطبعة هذه 7 ندير لهم عمرة. العمرة من طرف منظمة الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، كفاية ندير لهم العمرة. عندنا قصاصات، كل طالبة تسجل في القصاصات يديروا القرعة العشوائية. الشكر الجزيل الأخير عماد زرقون على دعوتي لحضور هذه المسابقة التي شرفتني شرف كبير يعني، وأيضا شيخنا الإمام الفاضل وكل الطبيبات الحاضرات هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله، اختتمنا هذه الطبعة السابعة لتلاوة القرآن الكريم داخل الإقامة الجامعية مزغاش العيد بفوز 10 طالبات من الإقامة من كل إقامة مزغاش العيد والإقامة الجامعية بحديدية مولود. نشكر كل هذه المبادرة من بعيد، من ساهم فيها من بعيد أو من قريب. أشكر منظمة الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، وأشكر مدير الإقامة الجامعية مزغاش العيد السيد جلال شيريات، وأشكر الطاقم الإداري ومصلحة النشاطات الثقافية والرياضية على دعمهم والوقوف معنا من كل جانب، وأشكر جميع عمال الإقامة الجامعية بالأخص. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. رمضان كريم، وأتمنى التوفيق أيضا لطالبات الإقامة الجامعية مزغاش العيد وبالتوفيق إن شاء الله، وشكرا لكم. يعني المسابقة ما شاء الله يعني مرت في أجواء ما شاء الله، تنظيم جيد. نشكر اتحاد الطلبة والإقامة هذا التنظيم. يعني كانت المنافسة يعني ما شاء الله، لقينا بعض الطالبات يعني عندهم مستوى ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن تتطور هذه المسابقة وأن المستوى تاعها إن شاء الله يزيد، وتكون إن شاء الله تعمم جميع الإقامات، ولما لا تعشي إقامات وطنية، مسابقات وطنية. كما نشكر قناة سكوب نيوز على هذه التغطية المتميزة. نسأل الله عز وجل يوفقكم وبارك الله فيكم، وتقبل الله منا منكم الصيام والقيام وصحة صحتكم. اليوم كان لنا شرف حضور مسابقة تحت تنظيم الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بالمشاركة مع مديرية الخدمات الجامعية بجامعة الصيف، وأيضا الإقامة الجامعية لإناث مزغاش العيد. أين كان لنا شرف مشاركة لجنة التحكيم بمشاركة تقريبا 23 طالبة جزاهم الله كل خير بتجويد القرآن الكريم التي أوجهها إلى الطالبات الكريمات. أتمنى يعني من قلبي أن تعم هذه المبادرة الطيبة والجميلة على كافة طالبات جزائريات.